وبقالي سنه اون انتي ديبريسنتس، بقالي سنه باخد مضادات اكتئاب. هاتوا قهوتكم بقى ومشروبكم المفضل عشان هتكلم على موضوع في غايه الاهميه، من اكتر المواضيع اللي بحب اتكلم عنها. انا ميار رضوان و this is my YouTube channel، وانا بحب اتكلم على السيلف كير و different life topics. فما تنسوش تعملوا سبسكرايب وفولو على انستجرام وفولو على التيك توك عشان تشوفوا different types of videos. على طول كنت بحس ان انا misunderstood او محدش فاهمني، طول بحس ان انا محتاجه ان انا justify myself او ابرر نفسي، ابرر افعالي، ابرر كلامي. على طول حاسه ان انا depressed، مكتئبه وانكشس، متوتره بالتوتر الغير طبيعي، التوتر المرضي. كنت انكشس لدرجه ان انا جالي انكزايتي اتاكس، او توصلي لمرحله عاليه قوي من الانكزايتي لدرجه ان انت بتبقي مش قادره تاكلي، تشربي، تتحركي، تعملي اي حاجه. وصلت لمرحله ان انا الشخصيات اللي انا عايزه الناس كلها تحبني، الناس كلها تابروف مي as a person. مش بعرف اكوميونيكيت صح او اتكلم صح او اعبر عن مشاعري بطريقه صح. كنت على طول بروكاستينيت، باجل عمل اليوم الى الغد، ولما يجي غد اجله لحد ما الديدلاين بيعدي عليا. فحاجه كان في حاجه غلط، يعني ده مش طبيعي، مش طبيعي ان كل ده يبقى حاصل. لغايه ما I get my first anxiety attack في 2021، وساعتها بقى حسيت ان جسمي بيقول لي لا احنا محتاجين ثيرابي. وانا بقالي من ساعه الفتره دي لحد دلوقتي I am in therapy on و off بصراحه. بقالي سنه on antidepressants، بقالي سنه باخد مضادات اكتئاب. الفيديو ده عايزه اقول لكم اهميه الثيرابي وامتى تروحوا الثيرابي، وانا اتعلمت ايه في الثيرابي. يعني انت لو مش عايزه تروحي تعالي اقول لك بقى شويه حاجات كده انا اتعلمتها في الثيرابي تفرق في حياتك قوي. واحد، انا مش ملزمه ابرر للناس كل حاجه انا بعملها، مش ملزمه ابرر لاصحابي او لاهلي الافعال اللي انا بعملها. اللي عارفني عارفني، واللي مش عارفني ما هم بقى هنا دي الناس اللي انت بقى المفروض تسبلين دم بقى او تشرح لهم انت بتعملي كده ليه. لا، هو الناس اللي عارفاني انا بعمل ده ليه، والناس اللي مش عارفاني مش محتاجه ان انا احرق في طاقه واحرق في وقت علشان اقول لهم انا بعمل ده ليه. ان انا بقى محتاجه ان انا اثبت للناس ان انا كويسه، واثبت للناس ان I have good intention والنوايا بتاعتي كويسه. لا خالص خالص، مش شغلانتي، مش شغلانتي خالص ان انا اثبت للناس. يفهم حاجه عني يفهم. في كلمه كده حلوه قوي، perspective بتاع الناس عني it's not my business. ده بيبقى حاجه ليها علاقه بيهم، ليها علاقه بالنشأة بتاعتهم، بافكارهم، باحاسيسهم، بحاجات كتير قوي. انا مش في السيركل دي. فلما حد يقول عنك انا بحس ان انتي مثلا مغروره، او بحس ان انتي شريره، او بحس، بره عني. انت اللي بتحس مش انا، بره عني. this is not fact. people perspective of me it's not fact. ده حاجه ليها علاقه بيه 100%. حاجه مهمه قوي ان انا to pick my battles. مش اي حاجه تستاهل طاقتي، مش اي حاجه تستاهل وقتي، مش اي حاجه تستاهل ان انا اجت انفولد فيها. فلما يبقى في خناقه، شوفي هل الخناقه دي وهل الصراع ده يستحق طاقتك فعلا، عشان بجد طاقتك is very precious. وقتك لو راح مش هيرجع تاني. في كده كنت بتفرج على حد بيتكلم ان your energy، لو انت اتكلمتي مع حد مثلا مليان negative energy، فانسي سمحتي لما تيجي بقى تردي عليه، فانت سمحتي للنيجاتيف انرجي بتاعته دي ان هي توصل لك، بقى انت كمان عندك نيجاتيف انرجي. don't pick your own battles. مش كل حاجه تستاهل وقتك، ومش كل حاجه تستاهل طاقتك. حاجه مهمه جدا، مش كل بني ادم خبط على بابنا يستاهل ان احنا نفتح له الباب. وده مش بس ريليشن شيب، ده كمان في الفريندشيب. ان انا كنت شخص I'm everyone's friend، انا صاحبه كل الناس، وفي الاخر طبعا ايه، خوازيق لدش، يعني اسوأ من كده. فلا، مش كل الناس تستاهل ان هي تخش حياتك، مش كل الناس تستاهل ان تبي يور فريند وتبقى قريبه منك. اختاري الناس، عشان بجد لو انت اخترتي ناس وحشه هتتاثري وهتتضايقي وهيخزوقوكي كده كده، والانرجي بتاعتهم هترفلكت عليكي. وفي الاخر كده احنا بنبقى شبه اكتر 5 بني ادمين بنقعد معاهم. فشوفي انت ال5 بني ادمين اللي انت قاعده معاهم دول يستاهلوا فعلا؟ هيساعدوكي ان انت تبقي احسن، بيحسسوكي ان انت كويسه، بيدوكي بوزيتيف انرجي، ولا لا؟ لو كله لا لا لا، انت بتعملي ايه؟ باي باي. حاجه برضو اتعلمتها في الثيرابي، ان احنا بنكره في حاجات في الناس، او تريتس في الناس، او صفات في الناس، بتبقى مينلي صفات عندنا وصفات احنا ما بنحبهاش. يعني لو انا كرهت عند حد ان هو عصبي قوي ونرفوز، ففي نسبه كبيره قوي ان دي صفه عندي وانا ما بحبهاش. خليكي اوير انت بتكرهي ايه في الناس، عشان ده هيساعدك قوي تعرفي ايه الصفات الوحشه اللي عندك، وهيساعدك قوي ان انت تغيري من نفسك. في
البوينت اللي جايه دي اكتر بوينت بعاني فيها ولسه بعاني منها. you will never have a healthy relationship طول ما انت عندك wound masculinity، طول ما انت عندك wound femininity او انت عندك wound masculinity. واحنا بنكبر او احنا بننشؤ بنشوف يعني our parents او ابائنا وامهاتنا بيتعاملوا ازاي، وthey reflect يعني هم جزء كبير لا يتجزأ من الوونز بتاعتنا، which is fine which is okay. محتاجين نعرف احنا متضررين في ايه، احنا ليه مش ماسكلين كفايه، احنا ليه مش فيمينين كفايه. علشان طول ما احنا عندنا مشكله في الانرجيز دولت بالذات احنا هن attract wrong type of people. على طول هيبقى عندنا مشاكل كبيره قوي. حاجات كتيره قوي يعني depend على الموضوع ده. ف بليز لو انت عندك مشكله في الفيمينينيتي، انا عندي مشكله في الماي فيمينينيتي كبيره وبحاول احلها، بس it takes time. وطول ما انا عندي مشكله في الفيمينينيتي I attract wrong type of people، بجذب الاشخاص الغلط في حياتي. حاجه ممكن تلاقوها تساعدكم، هتلاقوا يوتيوب فيديوز كتيره قوي، وهتلاقوا على بنترست برضو حاجات تساعدكم تشوفوا ايه يعني ايه wounded اصلا femininity ويعني ايه wounded masculinity. انا هسيب لكم سكرين شوت كده للحاجات اللي انا بشوفها كتير عشان برضو تساعدكم. 70% من المشاكل اللي احنا بنواجهها او المنتلي يعني بنسفر منها بتبقى بسبب البيئه اللي احنا نشأنا فيها. ده it's not your fault ان حصل مشكله وانت صغير او ان البيئه اللي انت اتولدت فيها ما كانتش بيئه صحيه، بس هي 100% your responsibility، مسؤوليتك ان انت تغير الموضوع ده او انت تحسن من ده. كتير قوي ترعرعوا وكبروا في بيئه اسوأ من البيئه اللي انت اتولدت فيها وطلعوا احسن عشان هم عارفين ان دي مسؤوليتهم ان هم يبقوا احسن. 4 حاجات او 5 حاجات في يعني سكيلز بتساعدك ان انت تبقى احسن لما بتواجه كرايسيس. اول حاجه اسمها emotional labeling، او انت تليبل your emotions، بمعنى ان انا بدل ما اقول I am sad او انا حزينه بقول انا حاسه بحزن، عشان افرق ما بيني وما بين الاحساس، ان الاحساس مش جزء مني، مش انا مجرد بني ادم بيمر بشعور اسمه الحزن. فده بيساعدك ان انت تسيبريت نفسك من المشاعر، ان المشاعر زي الافكار بتروح وبتيجي، فدونت label yourself بالمشاعر. تاني حاجة اسمها السلف كومباشن، او ان انت تبقى حنين على نفسك وقت الكرايسيس. في عصافير كتيرة قوي، ignore بقى العصافير. لما تنتقد نفسك وتيجي عليها، لا انت تقول يعني تبقى حنين على نفسك اكنك بتكلم حد انت بتحبه. لو بتكلم حد انت بتحبه وقت كرايسيس مش هتقول له ما انا قلت لك كناش نعمل كذا، شفت اهو احنا وصلنا لايه. لا مش وقت خالص الكلام ده. be self compassionate with yourself. من الحاجات اللي بتساعد ان هي تقلل الانكزايتي والديبرشن انك to be mindful، او شويه meditation الصبح كده مع شويه breathing exercise هيقلل شويه قوي الانكزايتي والديبرشن. اخر حاجه الجورنالينج، والجورنالينج ده هو بتجيب ورقه وقلم اول ما تصحى او قبل ما تنام او في اي وقت في اليوم، let out your feelings let out your thoughts. ده بيساعدك ان انت تبقى قريب من نفسك، تفهم افكارك، let out بقى المشاعر المكبوته، بتحسن من نفسك. فالبيرفكت روتين ان انت تصحى الصبح تكتب جورنال، تبقى في شويه مايندفول مديتيشن، هسيب لكم لينكس تحت في الديسكريبشن. وبرده من الحاجات اللي هتساعدك ان انت تشفت يور مايند سيت او تبقى احسن، ان انت تبقى عندك جراتيتيود ليست كل يوم الصبح او قبل ما تنام، تكتب 3 حاجات you are grateful for. 3 حاجات دولت مش لازم يكونوا حاجات واو انا سافرت ورحت وجيت، لا كوبايه القهوه كانت حلوه، شفت صحابي، الدنيا النهارده كان في مطر، حاجات كده اللي هي البسيطه علشان تعود دماغك ان هو يفكر في الحاجات البوزيتيف. اخر حاجه ان انت you must have a support system. ايه السبورت سيستم ده؟ كل شويه اقول support system. ايه السبورت سيستم ده؟ support system معناه يبقى عندك 3-4 اشخاص، 4 ده كتير قوي، شخصين من 3 اشخاص وقت الكرايسيس وقت الازمه انت بتلجأ لهم. الو انا عندي مشكله، هيسيبوا كل حاجه ويجوا معاك، وبتثق فيهم وبتقول لهم اسرارك، و there's no judgment، مش بيحكموا عليك، مش بيقللوا من قدرك، مش بيعملوا اي حاجه وحشه ممكن تضرك. ومش لازم يكونوا 20 شخص 30 شخص. I don't believe quantity بتاعت friendship يبقى عندي 50-60 شخص ويوم ما اكون في ازمه ما الاقيش حد. I believe يبقى عندي شخصين بس بالدنيا كلها، و that's what you need علشان تعدي باي ازمه. اخر حاجه ودي انا مش كاتباها بس هي جت في دماغي، دي بقى للبنات بالذات. انت محتاجه جروب اوف جيرلز علشان انا زي ما قلت لك ان انت ممكن عندك wounded femininity،
ومحدش هيحسن او يهيل البوندد فيمينينيتي ده غير ستات زيك. انا كنت فاكره ان انا عندي جروب اوف جيرلز ده. I don't. كنت فاكره ان هما 2 3 4 5. لا، بس I have one friend. وكنت فاكره ان انا I will never have fun with girls only ولازم يبقى في mixed group ومش عارفه ايه. لا، بكتشف ان my best memories هي with this girl. بحس ان انا I am more feminine مع البنت دي، بتعلم حاجات مع البنت دي. فبجد search for one girl هتساعدك ان انتي تهيل your wounded femininity. تروحوا مع بعض سبا، تعملوا your nails، تروحوا تقصوا شعركم، تعملوا حاجات feminine كده مع بعض. بجد يا لهوي على الحلاوه، بتفرق. انا محتاجه ازود حاجه بسيطه. انا عارفه ان الفيديو طويل قوي، بس انا محتاجه اقول لكم حاجه. في نسبة كبيرة قوي من مشاكلنا بسبب السوشيال ميديا، بسبب ان احنا we are exposed لمعلومات كتيرة قوي واخبار كتيرة قوي، والاخبار الوحشة بتخليكي حاسة ان انتي بستريس عشان انتي مش عارفة تعملي ايه. انا مش عارفة اساعد الناس. قللي الاكسبوجر للاخبار اللي انتي مش عارفة هتعملي فيها ايه. قللي اكسبوجر للناس اللي بتخليكي عندك high expectation مش realistic expectation للحياة. اي انفلونسر بيحسسك ان انتي قليلة اعملي له انفولو. اي اخبار بتحسسك ان عارفه تساعدي او حاسه بستريس اعملي انفولو. عارفه ان ده صعب، بس جدودنا زمان ما كانش عندهم that much exposure للنيوز للانفورميشن زي ما احنا. فده I believe من وجهة نظري عامل مهم قوي في المشاكل اللي بتواجهنا. وده كان الفيديو بتاع النهارده.